بسم الله الرحمن الرحيم. من مطبخ زوزو هنعمل مع بعض النهاردة حبايبي كيكة النسكافيه. ما شاء الله جميلة جدا. لو أول مرة تشوفي قناتي حبيبتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش اللايك والشير. ما شاء الله كيكة في منتهى الجمال، هتقومي تعمليها إن شاء الله بعد ما تشوفي الفيديو. بينا حبايبي نشوف مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبي في مطبخ زوزو. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه النسكافيه. معايا كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه صغيره من الملح، معايا كوبايه سكر، معلقتين من النسكافيه كبار، نص كوبايه حليب، ربع كوبايه زيت، 3 حبات من البيض، معلقه صغيره فانيليا. كده حبايبي في شفشق الخلاط كده هننزل بالبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة، وهننزل بالفانيليا. لو البيض بتاعك حبيبتي صغير بدل ما يبقوا 3 خليهم 4 حبات. هنزل كده حبايبي بكوباية السكر، وبنص كوباية الحليب، وبربع كوباية الزيت، ومعلقتين النسكافيه. هنضربهم كلهم حبايبي كده. بعد ما ضربت الخليط بتاعي ما شاء الله ريحته في منتهى الجمال، هجيب بولة بقى حبايبي كده افضي فيها. كده هجيب الدقيق بتاعي بقى، انزل بمعلقة البيكنج باودر ورشة الملح. هركن الخليط السائل بتاعي كده، وعلى الدقيق هنزل برشة الملح ومعلقة البيكنج باودر. هقلب حبايبي كده المكونات في بعضها، ادمجهم كده في بعض. وهبدأ حبايبي انزل بالدقيق بتاعي على الخليط بقى، هنخله كده حبايبي عشان ادخله كمية من الهواء. انت ما كل ما نخلتي نخلتي الدقيق بتاعك الدقيق اكتر من بتاعك مره اكتر بيديكي من نتيجه مرة بيديكي كويسه، نتيجة والكيك كويسة. بتاعك بيطلع هش وخفيف جدا معاكي. هندخل بقى حبايبي الكميه بتاعتنا كلها كده. بعد ما نخلنا الدقيق بقى بالمضرب اليدوي هنقلب الخليط بتاعنا في اتجاه واحد كده. هجيب بقى حبايبي كده معلقه انزل الجناب عشان اضمن ان الخليط بتاعي كله تجانس مع بعضه والمكونات كلها دخلت في بعضها. ده حبايبي السمك اللي انا عايزاه ما شاء الله. كده انا جهزت الصينيه بتاعي وبطنتها كده بمعلقه من الزبده، ممكن تبطنيها بمعلقه من الزيت. هنزل بقى بالخليط بتاعي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اظبط الصينيه بتاعي بقى حبايبي كده، اهزها كده هزه بسيطه، اخرج الهواء منها، وخبطه بسيطه كده على الرخامه. وهتدخل الفرن حبايبي على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. كده حبايبي هنجهز التشريبة اللي هنسقي بيها الكيك بتاعنا. معايا فنجان من الحليب سخن طبعا، ومعلقة من السكر، ومعلقة من النسكافيه. هدوبهم حبايبي مع بعض بالشكل ده، وهسيبه بقى حبايبي يبرد كده يبقى دافي على ما الكيك بتاعنا يطلع. هجهز بقى حبايبي الكريم شانتيه. معايا كوباية من الكريمة الخام، ومعايا معلقتين كبار من السكر البودرة، وكوباية من الحليب المثلج. هقلبهم كده حبايبي بالراحة مع بعضهم. هحط فيشة المضرب الأول لأني نسيته. هضرب بقى حبايبي على السرعة البطيئة الأول كده، وبعدين أعلي السرعة. كده ما شاء الله الكريمة بتاعتي ما شاء الله كده القوام جميل. هضيف لها بقى حبايبي معلقة من النسكافيه. كده اللون اللي احنا عايزينه او الدرجة اللي احنا عايزينها.
ما شاء الله جميلة، والسمك بتاع الكريم شانتيه بتاعنا جميل جدا. كده حبايبي الكيك بتاعنا خرج من الفرن ما شاء الله. هنختبره بقى مع بعض بسكينة بقى بخلة. السكينة ما شاء الله طالعة معانا نظيفة خالص اهي، نعرف ان الكيك بتاعنا كده تمام. هنبدأ بقى بشوكة او خلة اسنان، هنبدأ نعمل اثقاب كده في الكيك عشان لما نيجي نسقيها التشريبة تتشربها كلها. كده هنسمي الله كده ونبدأ نسقي الكيك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيك بتاعنا كان دافي والتشريبة بتاعتنا دافية. ههز الصينية بتاعي بقى كده عشان الكيك يشرب التشريبة بتاعي كلها، وهسيبها بقى حبايبي لغاية ما تشرب. كده بعد ما الكيك شرب التشريبة بتاعتي بقى هجيب الكريم شانتيه وهزين بقى الكيك بالشكل ده. هبدأ بقى افرد الكريمة. كيك بقى ما شاء الله، يعني كيك في منتهى الجمال. يعني اما هتعمليه ان شاء الله وهتجربيها هتدمنيها بإذن الله وهتعمليها على طول. كيك روعة روعة. والكيك ده انا كنت عملته في عيد ميلاد حفيدتي، وقلت لحضراتكم هنبقى نعمله مع بعض. وانا قلت اما اعمله بقى عشان تعرفوا الخطوات عملته ازاي. كيك تحفة ما شاء الله. هجيب معلقة كده حبايبي بقى وابدأ اظبط الكريمة بتاعي. نحاول بقدر الامكان كده نخلي السطح بتاع الكيك بتاعنا املس كده، واي زوايد بقى في الجناب هنمسحها. كده حبايبي بقى يعني ممكن تسيبيه بالشكل ده، او ممكن تحطي الخطوة الاخيرة اللي انا هحطها اديله رشة صغيرة كده من نسكافيه. يعني حابة تسيبيها على الكريمة كده تمام، حابة تزودي رشة من النسكافيه جميلة جدا. المصفى بتاعتي كانت ضيقة قوي، فانا قلت ايه اسرع ايديا. فانا برش بقى كده عليها على الوش كده. ما شاء الله طعمها جماعة تحفة وريحتها روعة. احنا مش هندخلها التلاجة تاني ولا حاجة، هنقطعها على طول. هنقطع بقى حبايبي الكيك بقى مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع بقى قطعة كده مع بعض في الطبق. ما شاء الله شايفين الكيك ما شاء الله، وارتفاعها ما شاء الله جميلة جدا. ما شاء الله شايفين الحلاوة وطعمها خطير.
الكيك بتاعي هش وخفيف خالص وطري جدا ما شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.